صيدلي سابقا وفود كونتنت كريتور فول تايم حاليا. طيب ابتدي الأسئلة اللي مرعوبين منها. السؤال بيقول يا ترى فاكر أول فيديو عملته كان إيه وكان عنوانه إيه ومين ساعدك فيه؟ ممكن ابدا بقى انا. قسم. اول فيديو بداته كان وقت الكورونا، انا كنت شغال دكتور سنان فول تايم. فلما جه وقت الكورونا وقعدنا كلنا في البيت وكل حاجه قفلت، اخويا اصلا كان بيعمل كونتنت على يوتيوب بقاله قبلي 3-4 سنين، وانا بحب الفيديوهات وطريقه التصوير وكده، ودايما باكل من بره. فقال لي: انك جربت حاجات كتير، تعال نعمل فود كونتنت، نعمل فيديو نجرب كده، نرمي الفيديو على يوتيوب نشوف هيجيب ايه. ومن اول الفيديو يعني انتشر، جاب 100,000 في اول اسبوع. فحبيت الموضوع بقى، عملنا فيديو في التاني في التالت، وبقى لي 4 انت سنين. واخوك بقى ولا انت لوحدك؟ يعني بدأت في الأول أنا وأخويا آه. أول شهرين، بعد كده أنا بقى انطلقت بقى يوتيوب والحاجات الشورتس واللي أنا بعمله دلوقتي. كنت حاسس إن هيعمل كده؟ ولا أي حاجة خالص. ولا كنت حاسس إن كنت بعمل فيديو برميه لحد ما العيادة تفتح في الكورونا. بيدخل السوشيال ميديا داخل يتسلى، يعني معظم في الأول كان داخل يتسلى، فالموضوع بيبقى شكل تاني بعد كده. أنا أول فيديو كان كبسة، عشان كنا داخلين على عيد كبير وساعدني فيه ابني، وكنت بهزر. ما قلتش لجوزي اصلا، يعني انا صورت الفيديو بعد كده قلت لجوزي ان انا عملت كذا كذا، فقال لي طالما حاجه هتسليكي وتفيدي بيها اي حد ما عنديش مشكله وبس. طب وجوزك لما عمل بومينج الفيديو؟ ما كنت بقى اشتغل بايدي بس لمده مثلا 3-4 شهور. كنت ايه؟ بشتغل بايدي، وشي مش بيظهر، مش بظهر، يعني ان انا بعمل حاجه افيد بيها البنات بس. ده كانت المبدا. وكان بتصوري نفسك؟ كان ابني اللي بيصورني، يعني كنت بستنى وقت ما يخلص دروسه ويفضل مستنيه عشان يصورني، بعد كده بقى اتعودت اني اصور لنفسي. انا اول فيديو ليا، انا اصلا كيترر، فمش المفروض اني بطلع خالص على السوشيال ميديا ولا حد يعرف شكلي، هو يعرف البراند اللي هو بيعمل اكل. لكن جيت مره كده، انا دايما بحب انشر طاقه ايجابيه، فجيت مره كان عيد الحب وفكرت ان اعمل بوكس الستات تطلبها لجوازاتها. حصل طيب كان ولا لا؟ عندي امل يعني. الفيديو اتعمل بس فرجه بس. كنت عامله بوكس كده بيطلع منه رف، البوكس ده كله ورد احمر، والرف ده عليه حاجات كده فينجر فود، يعني الست تقدمها بقى مفاجاه لجوزها وكده. فكان لازم انه اطلع اوصف واحكي وكده، فكانت دي كانت اول مره حد يصورني واطلع بفيديو واعمله. ولقيت بقى ان الناس كل التعليقات مش الله، الورد حلو، الاكل حلو، انت اللي حلو، ايه ده انت ضحكتك حلوه، ايه ده انت شكلك بتدي طاقه يعني فجاه. فبداوا بقى التيم اللي معايا، طب ما تزقي بقى وتخشي على السوشيال ميديا بقى، ده السوشيال ميديا بتعمل شغل رهيب كانت جت من هنا يعني، ولا كان على بالي اصلا، يعني مش بالي خالص. انا بقى بصراحه يا جماعه مش فاكره خالص، لكن يمكن فاكره اول فيديو اتيكات، لكن مش فاكره بقى، يعني انا مش فاكره دخلت السوشيال ميديا اصلا ازاي خالص يعني. لكن اول فيديو اتيكات عملته كان الشوربه، وجالي صدمه عصبيه، لان ده عادي هنشرب الشوربه بايه؟ ما احنا هنشرب الشوربه بالمعلقه. يعني هنشربها بايه؟ لا في ناس فرحت وبقيت واحد يشربهولي معرفش ايه، واحد يحطهولي في ازايز، واحد يحطهولي. اكتشفت ان احنا عندنا كارثه. انا بعمل فيديو عادي جدا زي الكونتنت بتاعي عادي. قلت لا تعالوا لي بقى، تعالوا لي الطبق. طيب نعمل فيها ايه؟ لا سيبك. ده انا كنت بقول لهم المعلقه لازم مع كده، لا ده احنا لازم نبدا من البدايه خالص. لكن في ازايز ميه وبالطريقه دي، ازايز ميه دي ما شفتهاش. فجالي شوك بصراحه، لان بجد انا كنت بعمله طبيعي عادي. وتقبلته الناس عادي الفيديو ولا كان؟ هو لحد دلوقتي الناس مش متقبله اي حاجه. هي لحد دلوقتي، ومع ان انا مش بعمل كونتنت، ده انا هو شوكه ومعلقه وسكينه، ما دخلش لسه في الغويط. اما لما احط كذا شوكه. والفسيخ اللي احنا لسه شايفينه قريب، الفسيخ ايه هناكل الفسيخ؟ معقوله بقى؟ معقوله يعني الشعب المصري كله بيمسك الفسيخه كده. الفسيخ مش لازم اصلا، ما فيش فسيخات تنزل على السفره. انا ده مش الحاجه الوحيده اللي هبقى يعني يا غاده انا ما باكلش فسيخ خالص الحمد لله. يا جماعه ما ينفعش فسيخايه تتحط على السفره. احنا عازمين ناس يبقى بنقطعها. احنا بنقطعه بس معظم بقطعه في المطبخ. السمكه ما تتشافش. لا انا بخليه اصلا، بحط عليه طحينه اصلا في الاساس. حلو بس هتقدميه للناس ازاي؟ بصي انا عايزه اقول لك، انا عايزه اقول لك، انا طلع لهم فسيخيه كده. انا سمر مش بحطه سليم، بس دخلت بيوت كتير بيحطوه سليم، فانا ببقى انا منتقده اني انا عايزه يعني هاكل فسيخه لوحدي، فاكيد حد هيحط ايده معايا، بس هو بصراحه بيبقى شايق وهو سليم. بص مفيش في الاتيكات
ايد. مفيش اتيكات ايه؟ انا اللي قاعده جنبك. لا انا بقى ما اعرفش غير الايد للاسف. نكمل بقى، انت اول فيديو. ايه ده؟ هو ليه بيجري مع الفسيخ؟ انا اول فيديو، لا انا بنيت للموضوع يعني انا الاول انا خالي مهندس ديكور، قلت له انا عايز ترابيزه فيها بوتاجاز بيلت ان، يعني كنت عايز اعمل كاني اعمل برنامج طبخ كده بس في السفره عندنا في الصالون عندنا في البيت. عملنا الترابيزه وبتاع، وجبت اشتريت موبايل وكنت اصور نفسي، بس والدي الله يرحمه بقى اللي قال لي تعالى صورك، وهو اللي فضل يصور لي الكونتنت بتاعي يعني لحد ما توفى. فعملنا فريش باستا، كان اول فيديو فريش باستا بقى، العجينه وكل حاجه، وعملناها بالريد صوص والوايت صوص. صورت اي حاجه بعد ما والدك توفى؟ ومين بقى اللي صورك؟ صديق ليا. صديق ليا. بس النقله هتبقى بتهيألي صعبه جدا، بس يعني لازم نكمل ان شاء الله. طبعا. طب ليه مش بتعتمد على ستاند؟ لان ممكن يكون لا ما بعرفش ان انا فاضي. اعتمدت على طريقه التصوير اللي فيها حركه اكتر. طيب السؤال ده بقى ليكي. ايه الفرق بين أمينة شلباية لما كانت ملكة جمال مصر ودلوقتي متخصصة في الاتيكيت؟ مفيش فرق في اي حاجه، حقيقي مفيش فرق. يعني انا من ساعه ما ابتديت لحد دلوقتي انا مش حاسه ان انا اتغيرت في اي حاجه، في اي حاجه يعني كشخصيتي ككل حاجه. وكنتي بتعملي يعني ما انا هقول لك كنتي بتاخدي بالك من الاتيكيت حتى لنفسك؟ طبعا، لان انا متربيه. هي الفكره انا درست اتيكيت، بس الفكره مش الدراسه. هو اتيكيت دراسه. ايوه درسته، بس أوكي. الفكره ان انا متربيه في بيت كده. أيوة. وعلى فكره الاتيكيت الناس شايفاه حاجه صعبه قوي. الاتيكيت هو اكل بالشوكه والسكينه، امال هاكل بايه؟ لا انت في عندك حاجات. ما انا هاكل بس بايه؟ حضرتك فايتك حاجات كتير. وات از اكسترا؟ فين الاكسترا؟ لا انا بحس حاجات وحاجات يعني زي ايه يعني مثلا ملوخيه بالعيش. يعني طب همسك العيش ازاي؟ يا امينه يعني ملوخيه ودن القطه مفيش يا جماعه مفيش اكل يتمسك بالايد. طب الحمامه فعلا الحمامه تقطع بالشوك والسكين؟ روحي يا امينه. لا مش هروح. لا يا جماعه هزعل قوي بقى، هزعل. لا والله يعني لا في حاجات والناس اللي بصورهم هم بياكلوه. طيب مرفوض. مرفوض. لا بالشوك والسكين. طيب عمرو دكتور سنان ومدرس مساعد، ما شاء الله شكلك دحاح ايه وبتعمل فيديوهات عن الاكل. لو قررت تختار حاجه واحده بس تكمل بيها هتكون ايه؟ بصي انا دلوقتي كنت بحب في سؤال تاني برضو. وبتعرف تقسم وقتك ازاي بين كل ده؟ يعني نبدا باول سؤال. انا كنت بحب اسنان قوي، والموضوع بالنسبه لي باشن مش حكايه شغل، كنت مركز فيها تركيز، والموضوع التاني ده ما كانش في دماغي خالص. فلما جه وقت الاكل وكنت بدا ان انا اعمل ويك اند، بما ان ويك اند اجازه من شغلي بالظبط. فلما الموضوع كبر بدل ما انا اختار حاجه انا بدات اقسم شغلي. يعني بقى في ناس بتساعدني في السوشيال ميديا وناس بتساعدني في اسنان، فالاثنين بقوا ماشيين مع بعض، ولا ده بيضر ده ولا بيضر ده. واحد. بصراحه اختار السوشيال ميديا مش عشان حاجه، عشان شغلانه اسنان او اي شغلانه تانية فيها افاده طبعا ان انا بعالج ناس وفيها حته من الحته الصحيه او انسانيه، ولكن هي شغلانه في الاول وفي الاخر روتينيه. ميزه الكونتنت كرييشن ان انا فعلا ممكن طبعا. من ابسط فكره اعمل حاجه الناس كلها تتفرج عليها. انا ما بقتش مصدقه يا جماعه، يعني بعد التعب كل السنين دي في الدراسه السوشيال ميديا صح اكلتنا. أيوة. معلش يا جماعه اكلتنا قضت على يعني مش طبيعي بالذات طبعا. لا والواحد بيتسحل اصلا. طب بتقسم وقتك؟ انت قلتها في وسط الكلام كده. انا بصي مقسم وقتي ان ده سبت الاربع وخميس وجمعه بعمل الكونتنت، في بقى مراتي وعيلتي دول يعني اليوم الثامن بقى، يعني محتاج اسبوع 8 ايام. بيجي لك بقى بنات بقى تبقى معجبه بيك على كده، تجي لك عشان تتعالج. لو رجعت للجمله الاولانيه مراتي السؤال ده جاي في وقت مش مناسب خالص. لا بس بيجي لي ناس كتير بقى لا بيجي لي ناس كتير فعلا يحجزوا في العياده ويجوا عشان يشوفوك يتصوروا معايا. ايوه ما انا ده اللي بقوله، بوظوا لي الدنيا. السؤال ده ليا انا. غاده، الناس بتكسب من فيديوهات الاكل والشيف غاده بتصرف كتير على فيديوهات الاكل، طب ليه؟ انا كنت في الاول بادئه فيديوهات الاكل عشان ان انا عايزه افيد يعني اما بدات انا شغاله كيترر وبكسب من الكيترينج ومبسوطه جدا وخلاص. اما بداوا يقولوا لي اطلعي في السوشيال ميديا وانت ليكي كاريزما ومش عارفه ايه، يعني انا دايما عندي حته كده حتى مشهوره فيها في وسط عيلتي ان انا عندي حته جبر خواطر، واحب قوي اسعد اللي حواليا، اهل بيتي اهلي صحابي، يعني دايما فيا الحته دي. فكنت قلت طب ما هو انا بقى لو هطلع يبقى اسعد اللي بيتفرجوا عليا، اعمل لهم وصفات
واديهم وصفات الكيترينج عشان اللي مش هتقدر تشتري مني الكيترينج غالي عليها تقدر تعمله. كنت عاملاها بالنية دي فعلا اول ما بدأت. وكانت حتى مامتي تقول لي يا بنتي وفي حد بيدي اسرار اكل عيشه، يعني انت كده ممكن ما يطلبوش منك. قلت لها لا، اللي بتعمل كيترينج دي اكيد ما بتطبخش في بيتها. أيوة لكن اللي ما بتقدرش تعمل كيترينج هي اللي بتطبخ في عزايمها. بالظبط بالظبط. ايوه دوس على الانترنت هتخش تجيب اي ريسيبي. فكنت بحط الحاجات دي وبدات اصرف من جيبي واطلع. مفيش اي سبونسر معايا، مفيش اي حاجه، انا بدفع فلوس وبطلع كونتنت مرتين في الاسبوع. وانا بقى خايبه جدا مش زيك في التصوير، فبجيب حد يصورني. انا ابيض لغايه يومنا هذا ما اعرفش اصور خالص، ففي حد اللي بيجي يصورني وكله، لكن حبيت اعملها كده. بس المقابل بقى عشان السؤال ده، ان ليه ربنا بقى ردهولي 10 اضعاف، ان انا دلوقتي بقى معايا على طول سبونسرز. صحيح بنقي سبونسرز يعني بنقيهم كويس قوي، لانه انتي كسبتي مصداقيه رهيبه مع الناس المتابعين. فلو حطيتي براند وقلتي عليه كويس وهو نص نص، احنا خلاص انتهينا. فبقيت انقي كويس قوي، والحمد لله ربنا ردها لي. صرفت بصراحه واكيد كتير. فادك في الكيترينج.